السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده بقى نعمل مع بعض الغريبة، حاجة كده في السريع وجميلة جدا وسهلة جدا ومكوناتها بسيطة. معايا كوبايتين سمنة، هنزل عليهم بكوباية سكر. بصوا احنا دخلنا في المقادير كده ايه على طول، نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله ونقول مع بعض المقادير. كوبايتين سمنة، وهنزل عليهم بكوباية سكر بودرة كده. والسكر البودرة ميزته ان انت تجيبيه من بره، ان هو بيبقى فيه زي نسبة نشا كده، بتظبط معاكي العجين قوي. هنفضل بقى ايه نضرب كده، نضرب 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 كده في في السكر والسمنة لحد ما هيدوني بقى ايه القوام الكريمي كده. بصوا لسه في اول الضرب كده لون السمنة والسكر بيفتح مع بعض ازاي. بصوا ده كده ان شاء الله باذن الله، يعني دليل ان هي ان شاء الله هتبقى حلوه. هنفضل نضرب كده جامد جامد. بصوا بقت كريمه معايا اهي. نفضل نضرب كده. بعد كده هنزل بقى بايه، ب4 كوبايات من الدقيق. هيبقى كده المقدار معايا كوبايتين سمنه، كوبايه سكر، كوباية 4 كوبايات دقيق. ده كده مقدار ان شاء الله باذن الله مظبوط. جربوه، ويا ريت يعني ايه تبقي جايبه الدقيق متعدد الاستخدامات من مكان كويس. او لو انت هتجيبي دقيق مخصص للكحك والبسكوت والحاجات دي، برضو بيبقى حلو قوي. هنبتدي ان احنا ايه ننزل كده بايه ب4 كوبايات من الدقيق، او صهيلي بيقول لكم كده ايه كوبايتين. ننزل واحده واحده كده، ومش هنعجنها كتير ولا حاجه يعني، عشان خاطر ايه تبقى حلوه كده زيكم. صلوا بقى على الحبيب المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ماشي كده اهو. الحاجات دي بقى حلاوتها كده، ال4 كوبايات حلاوتها بقى ان انتي تعمليها في البيت، بتبقى ايه فرحة كده، تفرحي عيالك. بتبقى انا خليت عيالي كانوا بيعملوا معايا عشان هما اللي كانوا عايزين يعني. فقلت لهم مادام انتوا عايزين بقى ساعدوني. بصراحة ساعدوني وعملنا الكحك وعملنا البسكوت. مش عارفة البسكوت هينزل ولا لا، بس عملنا كحك وعملنا بسكوت. وهنزل لكم البيتي فور عشان انا لسه ما عملتوش، بس هنزله لكم يعني ان شاء الله. وهنا كده بصوا يا دوبك بقى ايه بنلم العجينة كده مع بعض ايه ونخليها كلها تبقى متجانسة مع بعض اهو كده. وهي هنا كده بصوا بقت العجينة حلوة، بس ايه هي لازم الغريبة تكون بتلزق. بصوا هي هنا بتلزق في ايدي ايه اللي هي مطرح العجين، انما ايدي التانية بصوا انا كنت بوريكم ان هي في ايدي التانية. بصوا مش ملزقة ولا حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا هي دي لازقة مطرح العجين اهي، انما ولا مشققة ولا اي حاجة. ده كده يدل ان العجينة كويسة. والتلزيقة دي انا بقول لكم ايه هنا ان التلزيقة كده برضو ان العجينة كويسة. اه كده. وابتديت بقى ان انا ايه اشكل. اعمليها صغيرة كده بتبقى حلوة يعني. بصوا اهي. وهنا كده كنت بوقع بقى اللولي ده او الملبس، وايه وبنعمله كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اه كده كنت قاعدة بقى في الأرض وإيه ومرحرح. الوقفة فعلا اليومين دول بقى كده في أواخر رمضان كده بتحسي إن خلاص مش قادرة تقفي، تعبتي. ربنا يا ربي يقوي كل واحدة على شغلها وعلى بيتها إن شاء الله كده. يديكوا الصحة ويبارك في أعماركم يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين بقى ايه نخلص كده عشان ندخل بقى ايه على الشقق. هنا كده بصوا كنت خلصت بقى الغريبة. عملت شوية بالسوداني، وعملت شوية بالايه بال بالملبس زي ما انتوا شايفين كده. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 130 140، مش اكتر من كده. هنا دي كده بصوا انا ما كنتش عايزه اصلا افرفت منها، عشان كان بصراحه هنا كده كنت بوريكم ان جويريه عماله تاكل في السوداني والملبس اللي عليها. يعني ايه هي منها قريبه اقتصاديه يعني، مش غاليه. بصوا نعمه ما شاء الله كانت جميله جدا بصراحه. يا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم. بصوا انا هجرب لكم واحده تاني اهي.
بس انا بصراحة بستحرم الفرافيت دي عشان خاطر ايه؟ يعني حد ياكلها، يعني ما بحاول ان انا فرفت حتة صغيرة عشان ان حد ايه، حد ياكلها يعني. بصوا اهي، يعني كده كنت بفرفتها بس عشان انا اللي كنت بصور فما كنتش عارفة امسكها. بصوا اهي بس كده. يا رب ان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم، ويا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم. لو وصلتوا معانا لحد هنا تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بننزله. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير.